أنا الهارب فلان الفلاني أعلن انشقاقي عن النظام السعودي لما أراه من انتهاك لحقوق الإنسان. السلام عليكم. كل خائن يهرب إلى خارج السعودية يظهر في مقطع فيديو ويعلن كما يقولون انشقاقه عن النظام السعودي. المضحك في الموضوع أنهم كلهم يستخدمون نفس الأسلوب والكلمات، يعني اللي يلاحظ ويشوف يلاحظ أن اللي تغير فقط اسم الهارب، الباقي نفس الكليشة ونفس الجملة. أعلن أنا الهارب فلان الفلاني انشقاقي عن النظام السعودي لما أراه من انتهاك لحقوق الإنسان. شوفوا الفيديو. أنا العقيد رابح العنزي أعلن انشقاقي عن النظام السعودي بسبب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. أنا طارق بن عبد الرحمن الزهراني أعلن عن انشقاقي عن النظام السعودي بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان اللي هي لا تحترم الإنسانية ولا تحترم حقوق وحريات الإنسانية. وبعد فترة تكتشف الحقيقة أن الهارب وراه قضية جنائية أو قضية أخلاقية أو قضية مخدرات أو أحد قضايا الفساد، وعشان يغطون على قضاياهم في السعودية يهربون للخارج وينضمون للهاربين في الخارج ويكونون أدوات لهم يرددون نفس الأسلوب. عشان كذا تلقاهم كلهم متشابهين في نفس الأسلوب، لأنهم لا يملكون فكر ولا حتى أسلوب في التعبير، مجرد أدوات في أيدي هاربين في الخارج يرددون ما يطلب منهم مقابل سكن ومصروف. حتى ثوابتهم الدينية تغيرت من أجل إرضاء من ينفذون أوامرهم. فمثلا هذا قاعد يقول عن الهروب إلى دولة بريطانيا العلمانية هجرة في سبيل الله، وتفضل هذا الثاني يعلن كفره بالإسلام في السعودية اللي هي مهبط الوحي وقبلة المسلمين. المفرح في هذا الموضوع أننا في السعودية جالسين نتخلص من هذه الأشكال اللي هي جزء أساسي من الفساد اللي حاربناه في السعودية. وعلى فكرة ترى هذه الأشكال ما انتهت وبيظهر غيرهم كثير مع الأيام. تدرون ليش؟ لأننا كسعوديين ندعو الله دائما ونقول اللهم طهر هذا الوطن من الخونة.